بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الرسول الكريم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا والله. انا بقالي 3 ايام او يومين ما نزلتش حاجة. بس بقى النهاردة قلت انزل كده حاجة خفيفة. النهاردة كان يوم السوق بتاعي، ورحت جبت حاجات وعملتها وكده، وكل حاجة هنشوفها مع بعض. بس لو كنت أول مرة تشوفيني، يا ريت تدوسي اشتراك على القناة، وتدوسي على زر الجرس، وتدوسي على كلمة الكل عشان يوصلك مني كل جديد، وتدوسي لايك للفيديو عشان يرتفع. انا النهارده نزلت السوق، اليوم بتاعي بتاع السوق النهارده. وجبت الحاجات الحلوه دي اللي انتم شايفينها، طبعا اكيد المحشي. جبت البدنجان الحلو ده، كان الكيلو ب12، جبت دول ب15 جنيه. وجبت الكوسه الجميله جدا بس غاليه قوي، بس هم دول الحبه اللي لقيتهم كويسين ينفعوا المحشي، وكانت ب25 جنيه. وجبت حبة الجزر دول ب10 جنيه. والطماطم جبت مش فاكرة، بس هي كانت ب6 ونص تقريبا. جبت الأول ب15، وبعدين جبت بتوعي ب10، مش فاكرة صراحة. والجزر والخيار الجميل ده حلو قوي قوي بصراحة، ب20 جنيه. جبت نص كيلو بس. وجبت البصل ب10 جنيه. وجبت رز 2 كيلو رز. هو كان كيلو ب30، انا جبت ب50، مش 2 كيلو، جبت ب50 جنيه. وجبت الفول ده جبت ب20 جنيه، بس عشان في الصيف بيبقى الفول مسوس، فانا كذا مرة اشتري واروح البيت الاقيه مسوس. فطبعا انا خفت ان انا اجيب كمية كبيرة عشان ما تترميش. وجبت كده بس. جبت فلفل الوان، كان الكيلو ب10 جنيه، نزل طبعا. كان الكيلو ب20 جنيه من أسبوعين، كيلو ب10 جنيه، جبت 2 كيلو. وجبت فول، قلت الفول التدميس. وجبت بامية طبعا، برضو جبت ب50 جنيه، هي كانت ب60 جنيه الكيلو، أنا نقيتهم وزنتهم لقيتهم ب50 جنيه. دي هنفرزها، وهعمل الفول بال بتاع دوت فول أدمسه يعني، هندمسه مع بعض. والفلفل الالوان برضو هنقطعه ونفرزه. انا بفرز الفلفل الالوان لان في وقت بيبقى الفلفل الالوان غالي جدا. فانا صراحه بجيب كل ما اجيب فلفل الوان اعمل حبه وافرز حبه، عشان خاطر، علشان قبل ما يبقى يغلى يعني يبقى عندي فلفل الوان. وجبت طبعا البانيه ده، جبت ال3 حتت دول لان انا عندي فص. فقلت هي فص، كل مرة اعمل فصين بانيه، عشان ده كان صغير يعني، ده فص صغير يعني. هو عمل تقريبا 45 جنيه او 50 جنيه، فهو صغير جدا، ما ينفعش طبعا 5 افراد، فمش هينفع ان انا اعمل فص واحد، فجبت فصين. وانا عندي هنا فص من الاول، وجبت فص التالت ده عشان يبقى كل مرة فصين، وكده هتبقى اكلتين. انا هعمل اكلة محشي، وهعمل مرة البانيه انا عملته فعلا. وهعمل مرة اللي هي اللي بتاع دوت الفلفل الالوان ده، هعمله. شوف بقى معاه برضو ده شاورما او حاجة كده. لسه ما فكرتش في بقية الاسبوع صراحة. بس انا عندي وجبت ملوخيه، شفتوها طبعا في الاول. برضو جبت كيلو، لان انا هجيب مثلا فراخ في نص الاسبوع او اخره واعمل الملوخيه. احنا حتى لو ما عنديش فراخ اللي هي البلدي، انا بعمل الوراك بتاعه الفراخ الحمراء، وبعمل على شوربه من الشرب اللي عندي اللي في الفريزر الملوخيه، بتبقى في منتهى الجمال يعني. بتبقى بدل ما نجيب فرخه كامله وكده، فبجيب الوراك، وركين مثلا، ونعملهم مع الفرخه مع الملوخيه. والملوخيه بنحتاج لها الشوربه بتاعه انا كده غسلت المواعين، نظفت المطبخ طبعا بعد السوق، والسوق ده بيبقى يوم متعب جدا. فباجي بخلص الحاجة ما بعملش حاجة بقى، بروح اقعد لحد ما ابتدي ارتاح بقى عشان اعمل الغدا. ومليت الازايز بتاعت الفلتر، غسلتها ومليتها من الفلتر، وتمام كده خلاص. المطبخ نضف. مسكت بقى الحاجة اللي انا هجيبها كده، عشان طبعا حاجات ما بتقعد بره بتبوظ، وانا التلاجة تبقى ملت جدا مش نافعة. فقلت اخلص شوية حاجات من اللي بره احطها، واسيب الحاجات اللي ممكن تتساب لبكره. وجبت بدنجان، شفتوه برضو في الاول كوبي، كان حلو قوي. هعمل مسقعه في يوم، او اعمله بدنجان والخل والثوم وجنبه بطاطس محمره، بيبقى برضو اكله حلوه قوي. جبت الفلفل قطعته، وبعد ما بقطعه انا بغسله يعني، انا بغسله في الاول قبل ما اقطعه، وبعدين بعد ما اقطعه بغسله، عشان يعني لو في جوه
تراب او حاجه بتروح. قطعته زي ما انتم شايفين كده جوليان طويل، وحطيته في العلب، وهيبقى دولت عندي هشيلهم هفرزهم. اما سايبه الكبار ومبينين وراهم دول هشويهم عشان مع البابا غنوج. وجبت الباميه بقى قمعتها طبعا. انا بفرز الباميه بطريقه بتاعتي دي، بعملها من يوم ما اتجوزت يعني، وما بتتغيرش وبتبقى في منتهى الجمال. بقمعها، وبعد كده قبل بغسلها طبعا بغسلها الاول، وبعدين لما تنشف شويه بقمعها. وبعد كده احطها في ميه سخنه، اول ما تغلي غلوه كده اقلبها شويه واصفي ميتها، ولا بحطها في تلج ولا اي حاجه، وبتبقى لونها اخضر وجميل. طبعا ده الفول بقى المدمس بتاعنا. حطيت ميه مغليه على النار، حطيت فيها ليمونه ومعلقه كربوناتو وبتاع دوت وصلصه، باكت صلصه تقريبا. وحطيت عليهم، اما غلي حطيت الفول، وحطيت عليه شويه زيت من فوق عشان ما يسودش. وبعدين لما خلص خالص، بس انا كنت مكتره الميه شويه، انت يا ريت تقللوا الميه شويه تبقى احسن. تحطي معلقتين نشا في ميه وتحطيهم على الميه بتاعت بيتقل وبيبقى في منتهى الجمال. وعملت طبق طبعا فول، اول ما بيطلع بعمل على طول طبق الفول بتاعي. وقعدت كلته. اتعشيت بيه، والله كان جميل في منتهى الجمال. عملت فول بالطحينه كمان والليمون، وزيفين الفول لا شكله اسود ولا في تراب ولا في اي حاجه، نضيف وزي الفل، وشكله زي جميل جدا. وتعملي كده اول ما بيطلع على طول تعمليه من القدره طبق كده، وحط جنبه البصل اللي انا كنت مخللاه من قبل كده، برضو جميل قوي طالع. وهو فول جمعته. لو عجبك الفيديو يا ريت تدوسي لايك وتقولي لي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.